اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام يا رب، ويجعل سعادة الدنيا ما بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين. يا صباح التفاؤل وصباح الفل على عيونكم حبايبي. شكرا لكل حد دعالي وشكرا لكل حد كان زعلان على زعلي. ربنا يجازيكم كل خير يا رب ومتحرمش منكم ابدا، اللهم امين. ويفرح لكم جميعا بحياتكم ويرزقكم البركة وراحة البال والبركة في عيالكم، اللهم امين حبايب قلبي. بصوا كده مبدئيا ده كده يوم الجمعة بصوره كده معاكم، وعايزة اقول لكم اقسم بالله اختي طبت عليا، يعني ما كانتش قايلالي، بس سبحان الله ربنا بيدبرها، والله بيدبرها جدا يعني، الحمد لله. المهم كنت اقول لكم ايه، بس في موضوع برضو عايزة اكلمكم فيه في الفيديو. بس قبل بقى ما نخش في اي حاجة خالص، عايزة اقولكم بالله عليكم ما تنسوش اللايك للفيديو، وطبعا اللي بيخش يشوف من اول مرة ما تنسيش تشترك لو القناة عجبتك، يعني تشتركي في القناة وتفعلي كده الجرس عشان يوصلك كل جديد بأمر الله. واللايك كده او الشير هما اللي يعني بيخلوا القناة نشيطة، فاهمني، في الترويج والكلام ده كله. فبالله عليكم اللي تقدر ما تبخلش عليا في اللايك بتاعي واشترك في القناة ان شاء الله. هنا بقى يا حبايبي انا بفضي طبعا التسويق اللي انا جبتها، وعايزه اقول لكم الاسعار في السوق يعني بسم الله ما شاء الله غاليه جدا، يعني عايزه اقول لكم غلا ما يعلم به الا الله. طبعا بكلمكم كده على التربو يا جماعه، والله انا عارفه ان في كل حاجه مش منظمه ومش مرتبه، بس زي ما قلت لكم يعني ان شاء الله انا مستنيه بس كده بتوع الحلوين بتوع الغاز يخلصوا، وكل حاجه بقى بامر الله كده تتظبط تاني والكلام ده كله بعدين. يعني طبعا انا يعني ما الستيكر اللي انا احطه على المطبخ او الكلام ده كله، كل الحاجات دي انا بجيبها من تحت، بنزل العتبة بجيبها، فمش هينفع ان انا ايه ان انا يعني ما بجيبهاش دلوقتي او مش مهتمية باي حاجة في المطبخ
او اي حاجة في تعديلات المطبخ، لان انا حاليا مش بنزل تحت يعني، ما روحتش يعني العتبة وما جبتش اي حاجة من الحاجات دي. طبعا انا كانت زي ما انتم شايفين كانت اختي جاية بقى جت. طبعا هي ما بتحب تيجي جاية بتحب تجيب حاجات حلوة للعيال بقى، شيبسي، كيكة، بسكوت، الحاجات دي كلها. طبعا انا كنت سلمت عليها برا يعني وجيت كملت التصوير، وساعدتني بجد يعني، انجزت معايا كتير جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. جيت بقى هنا كده العيال في اليوم دوت كان نفسهم ياكلوا محشي، فجبت لهم بتنجان. انا طبعا ما كترتش، بس سبحان الله هو يا دوبك قضانا يعني، الحمد لله. هنا بقى طلعت، بصوا، الخضرة اللي كانت متفرزة، وطلعت كيس صلصة. بس بصراحة كيس صلصة رجعته تاني، لان كان عندي طماطم في التلاجة اللي هي بتاعت الاسبوع اللي قبله، فكانت يعني ايه، آه يعني دبلت شوية. فانا اصلا ايه رحت قلت لا خلاص انا هرجع كيس الصلصة، وبسرعة اروح فارمة دول، واللهم صل على النبي راح عاملاهم على طول يعني ايه. مش هياخدوا وقت زي كيس الصلصة ان هو يفك والكلام ده كله. فاللهم صل على سيدنا محمد، عملتهم بقى زي ما انتم شايفين كده. مسكت بقى كام بصلايه كده، وطبعا عايزه اقول لكم البصل بقى، انا بقعد ادور كده في البصل واشوف البصلايه اللي هي آه عايزه تنهار يعني، عايزه تبوظ وكده. فبقعد بقى كده اخد منها، اخد يعني منها كده اللي هو يصلح، واللي ما يصلحش طبعا برميه. بس اول باول لازم تجر، لو انت عندك بصل تفتشي فيه كده كل حين واخر يعني. لان احنا طبعا السنه دي كنا جايبين شكارتين بصل ساعة ما كنا بنخزن، فكنا حاطين منه على السطح وكده. فالمهم يعني من كل فترة بنقعد نسرط فيه ونشوف ايه اللي هو مثلا ايه اللي يترمي، ايه اللي هو مثلا عايز يتاخد منه اول باول، الحاجات دي فاهمني. فلازم نعمل كده فيه، لان حرام يعني حاجة زي دي لو سبناها على بعض، البصلاية لما بتيجي تبوظ او تعطب بتبوظ اللي جنبها على طول. فالمفروض ان احنا بنسرده كده على طول كده اول باول. فانا سردته ورحت سارده بقى اللي هو عايز يستخدم من اول كده في جردل، حطيته على التربو كده قدام باب الشقة. كل ما بعوز بروح واخده منه زي ما انتوا شفتوا كده. هنا بقى دي القوطة اهي معايا، قطعتها كده اهوت ورحت فاضية تاني في الطبق الكبير، وبالهاند بلندر القمر ده عملت طبعا بيها. انا مبحبش بصراحة ان انا اضرب القوطة في الكب قوي يعني، او انا بضربها على طول في الكب وكل حاجة، بس مش عارفة ليه بحسها بتبقى خشنة يعني، مهما ضربت فيها في قلب الكبة بتديني خشانة يعني، مش عارفة ليه. ان شاء الله وبإذن الله هخلي محمد بقى يصلح لي الخلاط، يا اما ربنا يسهل ونجيب واحد جديد. لان عايزة اقول لكم الخلاط اللي تو عندي عامل ازمة في طحن التوابل، عمايل الدقة، الحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. ولما جيت اسأل هنا عندنا الخلطات اللي موجودة اللي هي رخيصة جدا، اللي هي مش يعني مش حلوة. فان شاء الله وباذن الله حل من الاتنين بقى، يخلي محمد يصلحه لنا، يا اما ان شاء الله ربنا ييسر كده ونشتري واحد بس يكون يعني ايه حلو كده، وما يكونش يعني من اللي هو الوات بتاعه صغنن او ما يستحملش. لان طبعا انتوا عارفين العيال هنا عندي بتحب كفتة الرز، ولو جبت خلاط حلو هروح بقى على طول طحن الرز فيه، واعمل انا هنا عندي دقيق الرز على طول. هنا طبعا انا كنت مطلعه بقى، بصوا الدكين السكنطاطين البلدي دول، وهي كانت جايبه معاها 3 اوراق. طبعا انا لو اعرف ان هي جايه انا كنت عملت حسابي بزياده، بس هي بتحب تعملها مفاجاه كده عشان بتقولي عشان ما غرمش حد ومش عارفه ايه. والله يا بنتي والله العظيم ولا غرامه ولا حاجه، بس على طول هو ده تفكيرها. المهم حبايبي نضفت بقى الفراخ وظبطت الدنيا. عايزه اقولكوا على قد ما اليوم كان طويل جدا، بس والله يعني عدى بسرعة. هي بصراحة ساعدتني كتير أوي أوي يعني، حشينا مع بعض وقورنا كمان مع بعض. بقت تقف تساعدني في حاجات كده في قلب المطبخ، اللي هو بقينا عمال نعمل حاجات كتير كده أنا وهي سوا. بصوا بقى يا حبايبي، أنا هنا عايزة أكلمكم على حاجة، على متابعة وتعليق على آخر فيديو لما كنت تعبانة. لقيتها بتقولي يعني ده ذنب الدجاج، الفراخ اللي انا فاكرين الفيديو اللي انا دبحت فيه الطيور وكده، دبحت فيه الفراخ يعني وكده. طبعا كلنا بنغلط ومفيش حد فينا معصوم من الغلط،
وبجد يعني هي انا مش عارفة انت شايفة يعني ازاي بتعملي كده. ربنا يا رب يكفينا شر الناس اللي بتشمت بجد، يعني لان الشمت دوت حاجة وحشة، مش حاجة حلوة خالص خالص خالص. المهم حبايبي، انا كنت منزله الفيديو الاخير، طبعا انا كنت تعبانه فيه جدا جدا حتى وانا بسجلكم، وما زالت والله. ربنا يا رب يشفينا ويشفي كل مريض في الدنيا يا رب. لقيتها كاتبالي تعليق، كاتبالي تعليق بتقول لي ايه، مش عارفه، ذنب الدجاج، يعني ده ذنبهم. ادوس على تعليق الست دي، الاقي كاتبه مش عارفه ايه، هشتكي عليكي اليوتيوب على الفيديو، ارجوكم بتترجى الناس تسحب اشتراكها من القناه، الحاجات دي كلها. فانا مش عارفه بصراحه ارد عليكي اقول لك ايه، بجد اقسم بالله انا ما عارفه ارد عليكي اقول لك ايه. انا هسيبك كده ربنا يستفل فيكي، والحمد لله ان المغفره والرحمه دي في ايد الله، بس يعني في ايد الله وحده، مش في ايد البشر ولا الكلام ده. لان بجد فعلا الناس لا بترحم ولا يعني اقول ايه، مش عارفه بصراحه اقول ايه. فالحمد لله، الحمد لله يعني. ربنا غفور رحيم، عالم بنية عباده. عالم بنيتي انا، كانت نيتي ايه. وبعدين يعني انا مش عارفه اقولك انا ما عملتش جريمه والله، ما تغتفرش، لا والله. انا عملت حاجه يعني غلط بس تغتفر ان شاء الله، وباذن الله ربنا يغفر علينا. لان انا ما كنتش اعرف ان انا دبحت الفراخ قصاد بعضها. يعني لما جيت دبحت الفراخ كده دبحتها، كنت بدبح الفراخ قصاد بعضها، فهي دي الغلطه اللي انا فعلا غلطتها، وانا ما كنتش اعرف يعني. بس ربنا غفور رحيم ان شاء الله، وباذن الله كده يغفر لي بامر الله عليه. فانت بقى، انا يعني احتسبت كده عند الله، حسبي الله ونعم الوكيل وهو يصطفل فيكي. بصوا بقى يا حبايبي، هنا كنت طبعا دخلنا بقى بعد ما خلصنا تقوير، دخلت كده المطبخ الحلوة المدلعة بقى. حلة التغذية كانت هتولع مني، كانت هتشيط، بس الحمد لله يعني ايه لحقتها. المهم هنا بقى ايه، حطيت شوية فلفل اسمر في الحلة، فلفل اسمر بس، ومكعبتين كده مرق، لان انا بحب في شوربة الفراخ احط مكعبتين مرق. ماشي. المهم ان المفروض ان انا احط بصل وشطة والكلام ده كله، شطة خضرة، بس طبعا مرضتش احط عشان اختي وعيال اختي وعيالي وكده ما بيحبوش الشطة قوي يعني. فقلت يا بنتي هاجر ايه، لمي نفسك كده، لمي نفسك في اليوم ده من الشطة خالص، ابعدي عنها. فعايزه اقولكم انا حطيت نص قرن بس، وانا بخرط البصلايه واكدب معاهم برضو، والله نص قرن بس. لان انا بصراحه لما باجي اشتري الشطه كده من السوق، بفضل ادور على الشطه اللي هي حراقه جدا جدا. هي مش حلاوه والله ولا حاجه، بس سبحان الله هو تعود. انا انسانه او بني ادمه ما بحبش اكل اي اكل الا لما يكون يعني موجود كده، اللي هو يكون حراق لازما. انا اخدت على كده. فكمان بعد ما عملت العملية انا قليت شوية، هو ده مش اكلنا في الشط خالص، يعني في الطبيعي. وقبل طبعا ما اولد رحيم، لاني راح روحها دلوقتي ايه، لما باجي مثلا عملت محشي ولا عملت اكل ولا اي حاجة، فاكيد يعني بدوقه من الاكل ده. قبل بقى رحيم وقبل العملية، لو جيت عاملة زي دي، مثلا اعمل محشي ولا حاجة، احط مثلا 4 5 قرون شطة، صدقوني والله يواجهك. بس عادي، عمر ابني طالع لنا برضو منا، يعني اللي هو ايه، اللي هو عادي يعني اكل فيه شطة. بس لو خيرتيها مثلا ما بين اكلتين فيها شطة وما فيهاش، ما تاكل يعني، ما تاكلش اللي فيها شطة، تاكل مثلا الاكل البردي. اما عمر ابني استحالة، ان جيت عملت شوية مكرونة يقوم يجيب الشطة الحمراء يحط عليها عشان يعرف ياكل، ما كانش كده ما يعرفش والله ياكل خالص. فانا عارفه ان هي حاجه مش حلوه، بس هو سبحان الله الواحد بقى لما بيتطبع على حاجه او بياخد على حاجه، فالحمد لله على كل شيء. بصوا بقى، دي فايدة تفريزات. عايزة اقول لكم، طلعت على طول كيس الشبت في ثواني كده، فضيته، والتخديعة بقى هو تناديني. بصوا بحنت فيه عشان ما يجيش يمت الحتة اللي هي اتلسعت، هي بصوا حتة في الحلة اتلسعت، وكانت التخديعة اتشربت المية اللي فيها كلها. بس قلت يعني ايه، الحمد لله انها جت على قد كده، لان طبعا انا كنت بره وهديت عليها خالص.
فمع لما خلصنا بقى والكلام ده كله كانت هي بقى ايه ظبطت نفسها كده. بس الحمد لله يعني الواحد لحقها والحمد لله ما فيهاش اي حاجه. طبعا حطيت بقى كيس الشبت زي ما انتم شايفين، بصوا شايفين هو اخضر ويعني جميل بصراحه وزي الفل. تطلعيه كده من الفريزر، تروحي مفضياه على طول ومفرفطاه بايديكي كده بيتفرفط معاكي، هتلاقيه اخضر وزي الفل وزي ما هو يعني. طبعا عايزه اقولكم في اليوم ده طبعا انا كنت جايبه كميه شبت محترمه انتوا شفتوها معايا وانا بفضي في التسويقه، بس اللي هو ايه ما بقتش لاقيه مكان ومحتاسه، رحت حطاهم تاني في شنطه السوق. وانا طبعا بالليل خالص بقى يعني في سهره بعد ما اختي مشيت، رحت بقى منضفه الشبت خالص، قعدت انضف فيه ورحت غسلاه بقى كده وخرطته. واللهم صل على النبي، بعد ما خرطته حطيته في مصفى، يعني أنا كنت بخرطه في مصفى يعني في مصفى كده وبسيبه سايباه كده لحد ايه تاني يوم الصبح، لان انا بسجلكوا الفيديو انا تاني يوم الصبح. حتى بص انا هبص عليه اهو، ايوه كده، هبصوا كده بقى اتصفى من المية كده نشف خالص. فكده دي احلى طريقة تخزني بيها خضرة المحشي او الخضرة عموما، يعني انها تكون متصفية من المية ما تكونش فيها اي نقطة مية. كده بقى ان شاء الله لما اخلص معاكم الفيديو هعبيها في اكياس على يعني اعبيها في اكياس واحطها في الفريزر. انت بقى وراحتك، عايزة تعبيها في اكياس على قد كل مثلا حاجة يعني بقى حاجات مختلفة، عايزة تعبي كيس مثلا على بعضها وتاخدي منها جزء جزء، انت وراحتك. انا ساعات بصراحة اعمل كده وساعات كده، يعني انا عامة الطريقتين ما بيفرقوش معايا، سواء عبيتهم على بعض كده كده. لما باجي اخد منهم انت بس طبعا اتكيتي عليهم بايديكي بيتفرفطوا لان هم اصلا متخرطين، فبتاخدي منهم الكمية اللي انت عاوزاها. تمام. فاللهم صل على النبي، يعني بصراحة عايزة اقولكم بتسهل عليكي حاجات كتير. طبعا الناس اللي هي ضد التفريزات والحاجات دي، بصوا يا جماعة كل واحد يعني انا فاهمة ان في حاجات ما بتبقى صحية او الكلام ده كله، بس والله يعني احنا غصب، انا عن نفسي غصب عني، انا على قد ما بقدر بحاول يعني اوفر وقت من مجهودي او من الوقت اصلا، عشان بجد انا رحيم بقى صعب، يعني كل ما بيكبر سنة كل ما بيبقى اصعب من يعني الفترة دي بتبقى اصعب من اللي قبلها، لانه على طول متعلق بيا. مش عارفة ليه، مع اني يعني مش بيرضع طبيعي، هو بيرضع صناعي، فتعليقه بيا مش عارفة ليه زايد او كده. استحالة يكون واقف مثلا قدامي وانا بكون اعمل حاجة قدامه كده ومشلوش يعيط عياط. انا بص مش من نوع اللي الطفل يعيط اول ما يعيط كده اللي هو انا اروح شايلاه على طول. بس برضو في نفس الوقت انا مش بسيب العيل يتنحر، بس هو بضطر اشيله لان طبعا مينفعش اسيبه يعيط عياط بالطريقة دي علشان ما يحصلوش حاجة يعني لا قدر الله او كده. انا بقى لو واقفة وبعمل حاجة وهو مثلا قدامي ممكن يعيط عياط اللي هو يعني نفسه يتقطع فيه، فاهمين اللي هو يحزق قوي كده اكنك يعني حد ضربتيه خالص بقى الكلام ده كله، فبيصعب عليا بضطر ان انا اشيله. اما لو بيعيط عيط عادي كده وتلهى في لعبة اخواته له، يعني ده من نوادر، يعني نوادر ان هو يروح ساكت كده ويلعب بحاجة او يتراضى بحاجة. فاللهم صل على سيدنا محمد. فبجد الموضوع ده صعب بالنسبة لي، هو رحيم بصراحة مضيع وقتي كله بجد يعني، او واخد وقتي كله. هنا طبعا لميت كل المواعين على جنب بقى، قلت عشان بعد ما يتغدوا اروح بقى ايه اخش ادعك وكده. وبقيت بقى عماله افضي الحلل والكلام ده كله اللي حواليا. كان طبعا عامله مكرونه دي امبارح، فكان كنت مبقيه شويه صلصه. تقولي طب انتي يا هاجر عامله مثلا شويه مكرونه صغيره فانتي عامله صلصه كتير ليه؟ انا اللي متعمده ان انا كنت اعمل الصلصه وكده، لان ايه بحب زي ما انتم شايفين كده اعينها في علبه مثلا في اي وقت، مثلا ما فيش معايا ان انا في وقت وكده ومستعجله، اروح مثلا عامله شويه المكرونه واطلع ايه علبه الصلصه اخد منها حتتين تلاتة على حسب الطبخ. هنا طبعا التليفون كان فصل شحن ومرضيش يصور فيديو تاني، فرحت لقطه بقى كده كام صوره عشان ايه ما كنتش فوتت معاكم في حاجه.
ودي حبايبي كانت نهاية الفيديو. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. انا عارفة ان هو مفيهوش حاجة يعني تحميسية كتير او تشجيعية، بس ده كان يومنا اللي ماشي طبيعي جدا. اتمنى يا رب يكون عجبكم، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.